سارق سارق. دورت عليه من قالوا ما يجي من هنا راح كيف نفعل؟ عاد تمسكنا النقطة وتقول له شمطر مش مرقم. ارجع لي احسن. يقول وارجع صاحب الجنبيه. كيف؟ اخطا من النقطة جت خارج. ليش المطر حقك بلا رقم؟ ويا فندم هو عاد انا بنعامل له في المرور. ها؟ وين اوراق المعاملة؟ في البيت. وش صار الحين بالبيت؟ اسمع يا فندم، هو اصلا يا فندم انا نسيتهم في البيت، وانا ادم يشاقي على اسره وخليها على الله. اطلب الله يرزقك، لكن جمرك تبع التعليمات اشتغل ليل ونهار. على يا عمر هذا يا فندم هذا المطر بلا رقم. والله ما يجنب. جنب يلا جنب. اسمعني، سدد اوراقك الان من البيت وترجع. يلا جنب المتر. اوراقي بسرعه. يا فندم اسمع، هو اصلا عاد بيتنا بعيد، اقسم بالله انه بعيد. كلامي واضح، لو هم في الصين سدديه هنا الان سريع. خلاص اسمع يا فندم، خليني امشي حقك علي. ها حقي علي، انت شد حق احترام، انت حقي هي انا بقول لك انت. مالك يا فندم؟ فندم ماله؟ هات يا فندم. اها جنبي سيفاني. حق مال جنبي هذا؟ يا فندم اسمع، هي هذا الجنبي حق ابي احنا ورثناها، وانا سلسلة على هذا الحين. اها حق ابوك. ايوه سابق جنب جنب. يا فندم هذا سارق. امسكوه. سارق وهذا مضرب. ايش اسمك؟ صابر عبد الرباط يا بلون مسعودي. سجل اسمه وبياناته. اشرح لي بالتفصيل ما حصل. انا يا فندم خرجت من المطعم الذي تغديت فيه قلت اسير صلاة سوق القات اشتري لي قات. دخلت من شارع فاضي ما دريت لا بالمثل مشى من جنبي هزر الجنبيه من طرفي وفحط. ايوه وبعدين؟ ما دريت ايش عليه يا فندم، لقينا صاحبه مطر الله يجزاه خير لاحقنا بعد السارق من شارع لا شارع لا ما ضاع علينا وما بين واحنا بندور لقينا الشارع الذي فيها النقطه وهو ممسوك عند العسكري. وبعدين؟ شفت الرجال والجنبيه في يد الضابط فار دمي وحصل الذي حصل. قمت شي تقتله الرجال؟ لا مش اقتله. كان ايش قصتك؟ يعني راسا حتى وصلت تغدغ ودرحله. يموت يا فندم هو سارق. واذا هو سارق، السارق حكمه تقطع يده. وانت عارف انك كنت بعد تقتله، حكمك كان اعدام. انت كنت بعالج الغلط بغلط اكبر منه. ساعة غضب يا فندم. واذا ساعة غضب تقوم تصرف بهمجيه، مشيه وكالة بدون بواب. بالتولد تنصفك، واذا ما نصفناك اشتكي على الرقم 189. بالتولد بالنظام بايخذ حقك، مشي له بجهال وما يثبت ان الجنبيه حقك. صاحب المدير شاهد يا فندم وهو شاف السارق وهو بيشيلها من طرفي، وثاني شيء معي صورة الجنبيه في تلفوني طابقها مع الجنبيه الذي عندك. هل فعلا شفت صاحب المتر بيشيل على الجنبيه؟ ايوه شفتها يا فندم، وهذا صاحب الموتور الذي شل الجنبيه. خذ اقوال الشاهد وخليه بس يوقع ويرحله. وزد طابق لي الجنبيه بصورة التلفزيون تاكد منه. حاضر. يا عسكري دخل هذا الحجز يتعتبر 24 ساعة وطلع لي المتهم الآن. علو ايش اسمك؟ عرف صالح من دخل. معك عمل ثاني غير الموتور؟ ماشي يا فندم، ما معي الا الموتور بنشتغل به. وليش الموتور حقك مش مركب؟ هو عاد انا عامل في الجمارك. عادك بتعامل الجمركي ولا عاجبك الوضع؟ سرق النص براحتك. والله العظيم يا فندم ورب الكعبة ما قد سرقت احد عدا اول مرة. اسكت، ما طلبت منك تحلف. انت معترف انك سرقت الجنبي على رجال؟ ايوه يا فندم انا غلطان ومعترف، بس وعد ما ازدى كرره. وايش الذي خلاك تسرق؟ هو انا كنت محتاج والشيطان اغواني بس. واذا انت محتاج تقوم تسرق حق الناس، انت شخص واحد اساتر 1000 رجال شريف نظيف نزيه يشكي على اسرة من ظهر هذا المطر. لكن انت وامثالك ما تمثلوهمش، السيء سيء النفس. خلاص يا فندم قضحك على يا ابليس، استرني الله يسرق قدي اخر مرة. كيف السرق وانت سمعك بنفسك؟ بتحط نفسك في هذا المواقف البايخة بدل ما تخرج تاكلها حلال. كيف طاوعك نفسك انك تاكلها حرام؟
الان قول لي الرجال اللي جيت انت هو نفس الصاحبه الجنبيه؟ ايه يا فندم. وقعوا بس معاه المحضر. يا عسكري رجع على الحبس. وقع على محضر الاستلام واعمل تعهد مرة ثانية بعد اطلاق النار، واذا كررتها مرة ثانية بتحمل المسؤولية كاملة. شكرا لك يا فندم، شكرا رجال امن الشرفاء، وان شاء الله باذن الله ما تكرر مره ثانيه. تفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. خير ماشي. انا اخو المحبوس اللي عندكم عرفات. وين هي بطاقتك؟ وايش المطلوب؟ والله سمعنا يا فندم ان انتم احتجتوا السواقين بسبب مطر الخارج مش مرقب، واحنا على الحين عامل الجمارك هذا الوضع. وهم قالوا لك بس احتبس عشان الموتور مش مركب؟ ايوه يا فندم، او على حاجه ثانيه. اخوك محبوس على قضية سرقة بالإكرة. ما هو؟ نفس ما سمعت، اخوك سرق جنبي. كيف سرق؟ ما الحق ما نسوي يا فندم. ولا تسوي شيء، ان نحولها النيابة لتاخذهم على الاجراءات القانونية، لجل ما يكررها مرة ثانية. ماشي يا فندم يا منعه. كيف ماشي؟ انت داري لو ما لطف الله كان صاحب الجنبي قتل اخوك بسبب الذي فعله. يا فندم مسك هذا وعرف نفسها مرتين. ايش اسمك؟ زميلي بسام صالح محمد الخولاني. سابر، سجل اسمه وسجل عندك محضر رشوة وتستر على السارق. يا عسكري! مالك يا فندم؟ صلي على النبي، ليش على العسكري؟ خلي اخي المحبوس عندكم، خلوه محبوس. اسكت ولا كلمة! يا عسكري! يا فندم الشوانع. اين اخي؟ الآن حصلت 3 سرقات في اختصاصنا خلال هذا الشهر، ولا عرفنا من هم المتهمين. الآن تنزل أنت والتحريات وتشوفوا من هم السرق وتقبضوا عليهم. يا فندم. يا فندم يا فندم. معلش أختي تفضلي كرسي، معلش. خير يا أختي، إيش حصل؟ 2 فوق المثل وانا خاطئه طريق، سحبوا علي شنطه وهربوا، في هذا هم شو حكي عاد وحق الناس. فين سرقوا على أختي الشنطة؟ انا جنبكم في الشارع هذا الفريق. هذه رابع سرقة تحصل في اختصاصنا ولا اكتشفنا من هم المتهمين. هل أحد كان موجود وهم بيسحبوا على الشنطة؟ ما كان الا 2 سحب بقاله، حاولوا انهم يلحقوهم ما قدروش، هربوا. خلاص أختي لا تقلقي، إن شاء الله برضبط السرق وحقش بيرجع. الله يحفظك يا فندم، طلعوا على السرق وردوا لي الشنطه، في هذا هم شو حكي عاد وحق الناس. والله لو يدري زوجي لا يخرب بيتي. اعمل معاها محضر وبنتحرك الآن لمكان السرقة. الهم يا فندم. ارحب يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشتي المقطع الذي هنا تمت السرقة حق الذي نتعوا عليها 2 سرقة، نتعوا عليها الشنطة، نشتي المقطع التصويري، أكيد معك الكاميرا حقك صورت، الآن تدي لنا سريع. صدق يا فندم؟ والله ما معنا كاميرات، لكن احنا نركب. كم ما ركبتوش كاميرات وإحنا نزلنا على جميع أصحاب المحلات إنهم يركبوا كاميرا. يا فندم انا مش اركب، قلت بهذا اليوم انت تشتري واركبهن. هذا إهمال منك وعدم الشعور بالمسؤولية. أنت عارف إن هذا الكاميرات بتخدمنا وتخدم المواطنين، أنت عارف إنه مثل هذه المفروض هذا السرقات المفروض تكون مصورة عندك. خلاص يا فندم ان شاء الله بركبها، وهتلاقي المقطع حق التصوير عند صاحب البقالة الثانية، لانه معاه كاميرا ويصور.
بكره اذا ما بش هاي المرة تتحمل المسؤوليه. خلاص ابشر يا فندم ولا عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا فندم، ما بلا نشتي لو سمحت المقطع التصويري الذي حصلت السرقه هنا حق الحرمه الذي نتوع عليها الشنطه، اكيد الكاميرا حقك صورت. اي موجودة، واحنا قد صورنا احتفظنا بالفيديوهات علشان عارفين انكم بتقوم تدوروا هذه الاشياء. موجود. تفضل يا فندم. سلمت يدك يا اسد، اشكرك على الشعور بتحملك بالمسؤوليه ومساعده رجال الامن على حل مشاكلنا. ولو يا فندم هذا واجبنا. تحياتي لك. يا فندم، الدرجة النارية ليست عليها رقم، والمتهمين الملثمين لم نستطيع تمييز هويتهم. هؤلاء اكيد منظمه سرق، هؤلاء عصابه شكلهم واسلوبهم نفس اسلوب الذي سرق الجنبيه. الان تحضروا نعم. الان تبدي لي وانا اعرف اقول لك. علوم يا فندم. يلا تحرك. ما هي السرقات التي قمت بها غير هذا السرقه؟ أي سرقة يا فندم؟ عادي لا أول مرة. تكرم بالتي احسن قبل ما استخدم معك اسلوب ثاني. أسلوب ثاني؟ ايش تتكلم يا فندم؟ قد قلت لك عادي أول مرة أسرق. وصلت لنا معلومات انه معك عصابه بتشتغلوا في نفس هذا العمل. ايش من عصابة يا فندم؟ أنا والله ما أعرف أحد. يعني يصر على الكذب. يا عسكري! دخلها الان غرفه رقم 18. ها؟ 18؟ وش في غرفة رقم 18؟ فيها من كل ما يشتهي الرؤوس. ما يستحق يا فندم غرفة 18. كيف ما يستاهل رقم 18؟ هذا سارق وما رضى يعترف، يستاهل رقم 18 و19 و20 و21. شيل رقم 18 يلا، شيل يا عسكري. لا خلاص مش 18 خلاص أنا جاي أعترف. خليه يجلس يلا، خليه يجلس يلا خلاص. أشكرك يا فندم وكل شيء. اما هذا الشنطة القديمة هذه باقي بينها صلاة كمي الله. مش وقت الصلاة، بعدين عنعدها وبعدين بسروا التلفون معانا. هذا التلفون لو بين صور المره لا نعيش ملوك سنة. اوف منك يا خطير، والله ان ابليس يسمع المجبر حقك هذا ويطمن. الحين اسمعني، مسكوا صاحبنا عرفات مع جنبيه وانا خايف يفضحنا معه. قوم نبصر لنا مكان ثاني. وانا عنصر يا هبل، وبعدين عرفت مش هو هبل من شان يفضحنا. معانا مسروقات بملايين، قوم شيل الشنطة فوق المسروقات وقوم نبصر لنا غدا وقعد نبصر لنا هبشة. يلا سابر. يا عسكري رجع هذا الحج وبلغ الان المكتب، يبلغ النيابه يخرجوا لنا اوامر قبض واقتحام الان فورا يلا. يا فندم. هربوا يلا انتم اطلعوا فوق الطاقه وانتم بالهيلوكس نمشي طوالي. بالهيلوكس معكم يلا بطوا.
تم استرجاع المسروقات وتم تسليمها لاصحابها، والان باقي معنا نبلغ صاحب الشنطه هذا نشتي تجي تستلم شنطته. واصلوا مع نبلغهم وخلوها تحضر الان. علوم يا فندم. هذه حقش المسروقات التي تم استرجاعها من السرقة، تفضلي تأكدي. الحمد لله اخيرا لقيتوها. الحمد لله يا فندم، كل شيء على ما هو. تسلموا يا رب. يلا تفضلي وقعي والصنيع على الاستلام. نشكركم يا فندم على تعبكم معنا، ونشكر كل رجال الامن في كل ربوع السعيده على الجهود الذي يبذلوها في امن وسلامه وحمايه المواطن، وهذه مني لك يا فندم. الله والمستعان، نحن وجدنا هنا مش من اجل المال، نحن وجدنا هنا من اجل حمايتكم وخدمه كل مواطن يمني. تفضلي هذه الفلوس الشيء. حيوا رجال الأمن حراس الحماة، حيوا نجوما في الدجى يتألقون، حيوا رجال الأمن حراس الحماة.